نجا ليل الخطوب فما لها، وإذا نجا ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يبدو لها متناول، يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، وفيك تسيل المحامر شوقا وتهفو النفوس حنينا إليه، تطيب الحياة بذكرك دوما ويشرح قلب يصلي عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، عندما يمتلك الإنسان القوة الغالبة يسهو بها ويفاخر ويزعم أنه صنعها بجهده وعرقه وعبقريته، ويختلف ذلك في نفسه فيقول إنما أوتيته على علم عندي، فيرده الله عز وجل إلى قيمته ووصفه وحقيقته فيقول أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. والإنسان وهو يعيش هذه الحالة، حالة الشهود بالقوة، تنشأ بداخله أخلاق الرجال يولدها هذا التفكير السقيم المتكبر. هذه الأخلاق توحي إليه أن بإمكانه أن يلغي كل من حوله بقوة، وأن يفرض فكرته على أفكارهم، وأن يبسط سيطرته على أحوالهم، وأن يغنيهم بأبدع أنواع السعة والجرائم. هذه النفسية حكى القرآن الكريم لنا جميعا سجلا مفصلا عن هذه الشخصية البشرية المتعاقبة عبر الأزمان، ووضح تلك الأخلاق التي تنتجها هذه القوة ويفيدها ذاك التفكير. استمعوا إلى قوم شعيب ماذا قالوا لنبيهم عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. خيارات: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هكذا هي أخلاقهم وتلك هي قناعاتهم. كل من خالفهم رأيا أو فكرا أو قولا توعدوه وهددوه، كل من تفوق عليهم فكريا أو قيميا أو شعبيا وكانت حجته أقوى من حجتهم وافتراءاتهم توعدوه وعادوه. وهي نفس الأخلاق
إنهم أناس يتطهرون. أما قوم صالح فلما استبان لهم الأمر بعد أن كان صالح عليه السلام، بعد أن كان مهابا بينهم وكان صاحب حكمة ونصيحة، وكانوا يرجعون إليه ويشاورونه في كل أمورهم، ماذا حدث؟ تراجعوا عن رأيهم عندما شعروا بالخطر على مصالحهم وكراسيهم وعروشهم، فقالوا له: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أما بعد هذا فلا. ولا يقف الأمر عند هذا الحد الذي حكاه القرآن، بل هي سلسلة أخلاقية تتوارثها العصابات الإجرامية المغتصبة، لأنها تسير على نفس التفكير وتحمل نفس العقلية. أخبرنا الله عز وجل عن إخوة يوسف الذين ما انشعروا بحب أبيهم ليوسف وتعلقه به حتى دبت الغيرة وانتشر الحسد وظهرت الضغينة إلى نفوسهم، إذ قالوا ليوسف وأخوه: أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أبانا لفي ضلال مبين. وليس الأمر توقف عند رمي أبيه بالصلاة، لا، لقد تجاوزوا ذلك إلى ذلك الميراث الثقافي والفكري الذي تشبهه الألسن وتختلف به ما في القلوب. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيه. لم يقفوا عند اتهام أبيهم بالضلال، ولكنهم تجاوزوا ذلك إلى ذلك الميراث الثقافي وإلى تلك القناعات وإلى تلك العقليات. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيه. وهكذا أيها الإخوة، هكذا يروي لنا القرآن. هي طريقة كل ناقص عقل صاحب مصلحة، ما أن يشعر أن مصلحته في خطر وأنه سيقضى على خلاله، يسعى لتسجيل التهم، يلفق الأكاذيب، يلجأ إلى القتل والتسليم، وما أسهل هذه الممارسات عليها. إن هذا التوفيق القرآني لنفسياتهم وشخصياتهم يكشف للأجيال المتعاقبة أنهم يسيرون بنفس الأسلوب، فكل من تفوق عليهم فكريا وعلميا وشعبيا وقيميا هددوه بالطرد والإبعاد ورموه بكل أنواع التهم. إما معنا أو ضدنا. هذه هي سياستهم، هذه دبلوماسيتهم. قالوا لرسلهم في علو وتكبر: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. خياران لا ثالث لهم، إما معنا أو ضدنا. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأبى الله عز وجل هذا الأسلوب الظالم المتطرف، فقال: لنهلكن الظالمين.
بينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم، فرعون المصلح يخاف من موسى المفسد، هكذا بعقليته. نعم، ثم يتهمه بالتآمر لإفساد البلاد طالبا على وتر الوطنية، فقال لما آمنت السحرة إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. ولم يقف عند هذا الحد، بل لبخ تهمة إعلامية لموسى وهارون فقال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ووصف موسى بالكفر: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وكأن فرعون كان الإيمان حتى يصف موسى بالكفر. كل تلك التهم الإعلامية الملفقة التي تفيدها المصادر الإعلامية لمواجهة المصلحين وقمع الناصحين ومحاربة الآراء الصادقة وإثبات الأصوات الغيورة، وأساليبهم هي عبر التاريخ: بالقتل تارة، بالسجن والتعذيب تارة، بالاتهام بالإرهاب تارة أخرى. لما آمن موسى والسحرة قال فرعون فلا أقطعن أيديكم، ليس هناك حرية أو مجال، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وقال لموسى بعد أن هدده بالاعتقال والسجن: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أما بني إسرائيل ما أسهل ذلك الأسلوب الذي انتهك كرامة الإنسان وألقى قيمته وشخصيته ووطنيته. قال عنهم سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قادرون. هكذا أيها الناس. ولماذا كل ذلك؟ كفرا وعتوا وظلما وحسدا وإسكاتا للحق وممارسة أبشع الأساليب لإخراجه. وما هكذا يبالغ في الخصومة المسلمة. لا، الإسلام هذب طباع النفس وهذب حتى خصومته وهذب رفة فعله في أي قضية كانت. لا يبالغ في الخصومة مسلم، لا يبالغ في الخصومة إلا منافق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنه: وإذا خاصم فجر، يفجر في خصومته. نعم، الفاجر في الخصومة يسلك لسانه عقله، ويسلك ضيفه حلمه، ويسلك ظلمه عدله. لسانه بديع وقلبه دليل، يتلذذ بالتهم والتطاول والخروج عن المقصود. الفاجر في الخصومة ينظر بعين العداوة والحجاب. الفاجر في الخصومة يلقي في التهم على عواهنها ضد كل من خالفه أو تفوق عليه. لقد جاءت الشريعة الإسلامية لتهذب خصومة المسلم، لتحصرها في أضيق معانيها، محذرة من التجاوز فيها، محذرة من المبالغة والخروج عن الإطار المشروع لها، وهو أن يطلب المسلم الحق وأن ينصاع له وأن يرجع إليه إذا ظهر له خلافه.
هي تلك القوة التي تتعامل مع معارضيها بنوع من الحقد وتنظر إليهم بأنهم خونة وعملاء، فلا شيء ينتظرهم غير السجن والاعتقال والحرمان من أبسط حقوق المواطن. الخصومة السياسية هي تلك التي تمتد إلى كل شيء في شخص الإنسان تحرمه إنسانيته، تشخصن القضايا، تسوق الاتهامات والجزائر والطعن، تسخر من كل قيم الإنسان وتسكر كل الإمكانات الإعلامية والصحفية لفصل الخصم والدخول معه في سباق إعلامي والغلبة لمن يريد جمع أكبر عدد من التهم وإلصاقها بالحكم. نعم، لذلك أقول أيها الإخوة، لابد أن تكون هناك مبادئ وقيم وأخلاق نحتكم إليها تضبط خلافاتنا وتوجه نزاعاتنا بدلا من الغرق في بحر من الخصومة والعداء. أوصل اليوم إلى سفك الدماء والقضاء على المخالف وطرده بل وتمني إخراجه من الكرة الأرضية. وأعطيكم مثالا على هذه الخصومة التي بلغت مبلغا لا يقبله عاقل أو حركة حماس اليوم في خط الدفاع الأول عن الأمة الإسلامية. حركة حماس اليوم في خط الدفاع الأول عن الأمة ومقدساتها وثوابتها، والكل يشهد لها بذلك أنها تقف وحدها في وجه العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين، ولأنهم اختلفوا معها فكريا وعرضتهم أخلاقيا وحققت على الأرض ما لم يحققوه إعلاميا وأشعرتهم بالغيظ من طرفهم الأخلاقي وعبثهم بالثروة، اتهموها بالإرهاب وتسلط أنظمة عربية كتابها وإعلامها للهجوم اليوم على حماس والدعاء لليهود بأن ينصرهم اليوم عليها. نعم، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات وصحف بالدعاء لإسرائيل أن ينصرها الله على حماس. إلى هذا المستوى وصل، إلى هذا المستوى وصل في خصوماتنا السياسية. أليس الإسقاط بعينه؟ أليس التخطط الذي يرثى له؟ نسأل الله كمال العقل ورزق الحكمة. والنتيجة يا إخوة لهذا الكلام، النتيجة المطلوب أن ندركها جميعا أن مثل هذه الأساليب تهدم ولا تهدم، تفسد ولا تصلح، إنها تقسم المجتمع وتسلسل كيانه وتهدم روحه وقنيته وترسخ لثقافة الكراهية والحقد وإيذاء الآخر وإبعاده وعزمه، وتنشئ أجيالا
والجدال بالتي هي أحسن والحوار بالحكمة والموعظة الحسنة. إلى ماذا وجه الإسلام أبناءه؟ يقتتلوا على خصومات سياسية أو اجتماعية أو فكرية. إلى ماذا وجه الإسلام أتباعه؟ يكون قدوة بين الأمم. لقد كانت إجابة نبي الله شعيب عليه السلام على تهديد قومه بإخراجه وطرده كانت إجابة أخرى لا تستوي مع إجاباتهم ولا تصلح لتهديداتهم. كانت إجابة يملأها العقل والإنصاف والحكمة. فإذا كان المتكلم مجنون كان المستمع عاقل. قال لهم على الله توكل، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولم يزد على ذلك. يفرح الأعداء اليوم أن يوجد يفرح الأعداء اليوم أن يوجد لهم وكلاء في بلاد المسلمين يدافعون عنهم ويجاهدون في سبيلهم ويكفونهم شر المؤونة والتدخل. نعم، فاتقوا الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واعلموا أنكم ملاقوه يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتموه وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على الإسلام والشكر له ربي سبحانه على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله إعلاء وتعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. من يتق الله يحمل في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان. من استغاث بغير الله في فزعه فإن ناصره عجز وخذلان. فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن كانت بأركانه. صلوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمر الله وطلبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا وأئمتنا وقادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الثابتين الصابرين في سبيلك في كل مكان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم احسن دماء المسلمين. اللهم احسن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم